السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، وكل عام وأنتم بخير. طبعا عملنا العاشورة، كل عام وأنتم بخير. وتركاية وحصر بس عند أم عمرو. خشوا يلا يا حبايب قلبي شوفوا الفيديو مع بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه أحبكم في الله. معانا النهاردة عاشورة. طبعا كل الأمة الإسلامية عارفة يعني إيه عاشورة. ربنا يا رب يبارك في عمركم ويعود عليكم السنة الهجرية أعواما يا رب إن شاء الله. النهاردة هنعمل بليلة هي معانا. أنا جبت نص كيلو بليلة بنقيها، وبصوا حضراتكم بنقي طبعا بطلع منها أي شوائب زي كده. طينة اهيت برضو اهي لازم ننقيها كده، وهننقي كل الكمية دي طبعا لحد ما نتأكد انها بقت نظيفة خالص ان شاء الله. هنقوم بقى غسلينها. طبعا هي بتتغسل طبعا غسلة حلوة وبتتنقع يعني ساعتين كده اهوت من بالليل، وبعد ساعتين بناخدها غلوة واحدة بس على البوتاجاز. لازم غلوة واحدة بس. نصحى بقى تاني يوم ان شاء الله بإذن الله. يلا يا حبايب قلبي، ازيكم يا حبايب قلب عاملين ايه؟ طبعا احنا بقينا تاني يوم اهوت بعد ما نقعنا البيله من بالليل زي ما قلت لكم على الخطوات. بصوا بسم الله ما شاء الله اهي نفشت كده، يعني ايه بقت الحبايه كده منفوشه كده داخله على السوا. هنعمل ايه بقى؟ حصر وبس. وعند ام عمرو هنحط طبعا رز. هتقولوا رز يا ام عمرو على العاشوره؟ طبعا رز على العاشوره. شوفوا التكايه دي بقى هتخلي بقى البليله في حاجه تانيه خالص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا احنا اتاكدنا ان البيله خلاص قربت تستوي. هننزل عليها بكوبايه الرز وهنوطي بقى خالص، وهنبقى كل ايه يعني مفيش دقيقه كده ونرجع نقلب الرز تاني كده لحد ما يستوي. ويلا يا حبايب قلبي مستمرين ان شاء الله مع العاشوره الجميله اللي بتكايه جميله وحصري من ام عمرو. ادي يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله ادي الرز بالبليله. بص بسم الله ما شاء الله الرز استوى اهيت والبليله استوت. هننزل عليها بكيلو ونص من اللبن. طبعا اللبن دوت مش مغلي، اللبن جايبينه من عند اللبان بخيره. هننزل على طول بيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا البليله معانا مستويه والرز مستوي يا دوب، بس هنستنى اللبن بس يغلي غلوه كده اهو يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوه الجميله. طبعا في تركايه تاني هنحطها دلوقتي حالا اهو. معانا معلقتين لبن بودر، معلقه نشا، و3 معالق كريم شانتيه. طبعا هننزل عليهم بشويه ميه اهوت. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنقلب بقى الكلام الحلو الجميل ده كله مع بعضه. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اهو يا حبايب قلبي قلبناه كويس جدا. هننزل عليه على طول كده. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا بقى هنمسك المضرب مع بعض كده. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنستنى بقى لما اللبن وكل الكلام الحلو الجميل ده حطيناه مع بعض يغلي، وبعد كده هنقول لكم نعمل ايه تاني ان شاء الله. كده يا حبايب قلبي هنحط كوبايتين من السكر، او على حسب ما تحبوه ان هو مسكر قوي. انا عن نفسي ما بحبش الحاجة مسكرة قوي، يعني بحبها في المعقول كده عشان الدنيا حر برضو. هنحط كوبايتين من السكر اهوت. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللبن بسم الله ما شاء الله بيغلي معانا اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا هنوطي بقى في المرحلة ديت. طبعا اللي هتلزق اكتر حاجة مننا هو الرز. ايدينا في التقليب كده على طول ونسيبها برضو عشان تغلي. كده يا حبايب قلبي اهوت.
وان شاء الله بقى نشوف الشكل النهائي مع بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل عام وانتم بخير. طبعا عملنا العاشوره، كل عام وانتم بخير. وتركايه وحصر بس عند ام عمرو، حطينا رز على العاشوره وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب.